السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاوية عليه لعائن الله يصعد الخطيب مالته يقول علي بن أبي طالب لا يصلي ولا يغتسل عن الجنابة. يجاوب أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أراد أن يسب فمدح وأراد أن يفضح فافتضح، وإلى آخر الحديث الشريف. اليوم نشوف احنا وزارة التجارة ووزير التجارة رادوا بهذه الدعوة وبهذا الحكم ينزلون من قدر النائب هادي السلامي ويسيئون إلى سمعة هادي السلامي، لكن حصل العكس. اليوم هادي السلامي الناس كلها تحكي بنزاهته، اليوم ثورة كاملة على هادي السلامي، اليوم رد فعل ما مسبوق لصالح هادي السلامي. وبالمقابل وزارة التجارة اليوم الكل يفتح ملفات فسادها والكل يحشب ملفات فسادها، واكو مسائل ما كان يعرفها المواطن البسيط بانه اتصالاتها مشبوهة حتى بالكيان الصهيوني، وراح نبقى. وبعد عندي انا كمواطن عراقي رسالة الى مجلس النواب، اذا بقى الحال على هذا المنوال ومجلس النواب ما اتخذ قرار حاسم لإرجاع هيبة مجلس النواب وإرجاع ثقة الشارع بمجلس النواب، نطالب بحله، لأنه ما بي كل فايدة، فقط مصاريف وميزانيات انفجارية تصرف على النواب وثبة النواب بأنه ما عندهم كل لا حصانة ولا تأثير ولا ثقة لهم بالشارع. هذه رسالة، إما مجلس النواب نشوفه يوقف وقفة حقيقية ويردع هذه المسائل، وإما نطالب بحله. في أمان الله.